الزمالك النهارده خسر من بتروجيت رغم الاحتواء. وعايز اقول لك على حاجه تانية بقى عشان الزمالكاويه ما يزعلوش مني برضه. الزمالك النهارده خسر من بتروجيت عشان مش شايف نفسه. ده التعليق المنطقي الطبيعي اللي لازم يتقال. التذبذب اللي هو موجود في اداء نادي الزمالك في اخر 3 4 شهور لحد وقتنا هذا، في تذبذب في مستوى فرقه النادي الزمالك عشان هو مش شايف نفسه. هو شايف حاجه واحده بس، شايف النادي الاهلي، بيبص دايما على النادي الاهلي ومركز قوي مع النادي الاهلي. ما تشوف نفسك، شوف مشاكلك، شوف المشاكل الماليه اللي عندك في النادي. اللعيبه عامله مشاكل جوه اوضه اللبس، في تخبط اداري رهيب، في قرارات اداريه بتتاخد غير منطقيه. فطبيعي ان انا ابدا ابص اشوف نفسي. عندك زيزو مشي، خلاص زيزو خلاص مشي من نادي الزمالك بسبب التخبط الاداري، وفي الاخر جمهورك بيزعل. انت عندك امام عاشور مشي ليه وراح الاهلي ليه؟ مش شطاره من الاهلي 100%، يعني تخبط اداري بنسبه 90% هي اللي اتمت صفقه امام عاشور للنادي الاهلي. وكذلك برضو زيزو. امام عاشور كان بيقول لك انا عايز العب في الزمالك، يا جماعه لعبوني، والله راح خلص نفسك الاول وتعالى لي. طب انا هروح الاهلي تتقمص وتقعد تقول لي الاهلي بيفضي فرقتي. ما هو انت ما عشان كده بقول لك انت مش شايف نفسك، انت شايف الاهلي بس. الاهلي يجي يقول لك ايه مع اتحاد الكوره نازل قرار، يا جماعه والله انا عايز اعمل الماتش يكون مع التحكيم الاجنبي، فاتمنى ان هو الماتش يتاجل. يوم الزمالك اللي هو من اسبوعين ميدو عمل مؤتمر ولا انا عايز تحكيم اجنبي. يوم الزمالك عشان خاطر الاهلي طلب تحكيم اجنبي، فانا عشان مش شايف نفسي وشايف الاهلي بس انا هكون ضد الاهلي، لا انا مع التحكيم المصري. الله. فانت كزملكاوي لازم اول واحد تحاسبه الاداره، مجلس اداره نادي الزمالك. بص لمستوى فرقتك اخر فتره وقيمها. هل انت شايف نفسك كنادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر؟ شايف نفسك ان ده مستوى الطبيعي بتاعك؟ شايف نفسك في المركز الثالث ده طبيعي؟ عندك في نادي انت مش شايفه اصلا، شايف نادي الاهلي بس. فانت عندك في نادي تاني اسمه نادي بيراميدز، ده خلاص خد منك المركز الثاني، ومش هتشوف دوري ابطال افريقيا ولا هتشوف المركز الثاني مفضل ليك بسبب نادي بيراميدز. فانت الطبيعي ان انت تعمل ايه؟ تبص لنفسك فقط.